السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. في هذا الفيديو راح نحضروا مع بعض دي ميني تشيز كيك بذوق الليمون. بالنسبة إلى الخطوة الأولى نحتاج إلى قالب الكاب كيك، نغلفه بكيس غذائي بهذا الشكل ونحطه على جنب. من جهة أخرى نحضر أول طبقة اللي هي طبقة البسكويت. هنا عندي بسكويت مرحي، أنا استعملت بيمو. نزيد عليه ملعقة كبيرة زبدة ذايبة مع مبشور الليمون، نخلطهم مليح مع بعض حتى يمتزجوا مليح. ومباشرة نحط في قوالب الكاب كيك بهذا الشكل. من بعد نبسطهم بالكاس حتى تكون الطبقة على مستوى واحد. ندخلهم للثلاجة، وفي هذا الوقت نحضر الطبقة الثانية. هنا عندي ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة ما يعادل 5 غرام، نزيد عليها ماء ساخن، نخلط حتى تذوب ونخليها على جنب. وفي وعاء نحط 125 غرام جبن كريمي، اذا ما كانش متوفر تقدروا تعوضوه بتي سويس ولا جبن كيري. نزيد عليهم ملعقتين كبيرتين سكر، نخلطهم مع بعض. من بعد نزيد ملعقتين كبيرتين عصير الليمون مع مبشور الليمون، ونكمل نخلط مليح حتى يذوب السكر. نضيف لا جيلاتين اللي كنت ذوبتها في الماء الساخن. بالنسبة لجيلاتين مصدر نباتي، نخلط الكل مع بعض مليح، وفي الأخير نضيف كريمة شانتيه حوالي كوب، ونخلط الكل حتى نتحصل على قوام عاقد. نجبد القالب من الثلاجة ونحط مباشرة الطبقة الثانية فوق طبقة البسكويت، ولازم يكون السطح أملس باش يخرج لكم الشكل شباب. بهذه الطريقة وبهذه المقادير تقدروا ديروا في قالب كبير تاع تشيز كيك وتحصلوا على نفس النتيجة. ندخلهم للثلاجة مدة ليلة كاملة أو 6 ساعات والنتيجة راهي أمامكم. بالنسبة للتزيين قطع الليمون وإكليل الجبل. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. انتظروني فيديو قادم، مع السلامة.